إن كل إنسان موهوب، ربنا وهبه حاجة أو هو اتخلق بموهبة معينة، الدنيا بتجهزه عشان يبقى حاجة. ما تستعجلوش، الدنيا هتجهزك، الدنيا هي اللي بتعمل لك كده. لو في تأخير حاصل ربنا مش عايز لك شر، دايما عايز لك الخير. فلو مشينا بالمبدأ ده هتعرف ان اللي جاي لك في ميعاده، مش جاي لك قبل ميعاده. فانت ما تستعجلش على ميعاده لان انت مش جاهز. كونك ما وصلتش للحاجة مع انك بتسعى، ده معناه انك لسه بتجهز عشان تقدر تعمل الحاجة. هي الفكرة بس انك تفضل تكمل مشي. انا مؤمن جدا ان اي انسان بيتحرك من نقطة لنقطة تانية هيوصل للنقطة التانية، بس نقطة الوصول التانية دي هي كانت الهدف الاقصر بالنسبة له، ما هواش الهدف النهائي. في الدنيا مفيش وصول، يعني مفيش نقطة نقول خلاص هي دي اللي وصلنا لها، كسبنا ونجحنا وانا كده قفلت الجيم. ده مش موجود في الدنيا. اللي موجود في الدنيا اهداف صغيرة او مكتسبات صغيرة بتاخدها وانت ماشي في الطريق. هي دي المتعة اساسا، انك تتمشى في الطريق. دي المتعة، انك تمشي وانت بتمشي ما تمشيش بالشكل السطحي. ما تمشيش كده بس عشان بمشي وعايز اوصل للنقطة اللي هناك. لا، هي المتعة مش في ده. المتعة انك وانت طول ما انت ماشي انت بتلاحظ وبتشوف وبتستمتع بده وبتفكر في ده وطول ما انت ماشي عمال تكتسب، تاخد مكتسبات، عمال تكسب حاجات، سواء في صحتك، في فكرك، في عقلك. هي دي متعة المشي في الدنيا. ما هياش انه خلاص انا بمشي عشان اوصل. الدنيا ما فيهاش وصول، يعني ما فيش. يعني اللي يقول لك اعمل كذا عشان توصل لكذا ده وهو ده اللي وصلت له خلاص، ما فيش. الخلاص ده مش موجود. انا خلاص دي وخلصت كل حاجة، دي مش في الدنيا. هي المتعة في الدنيا دي انك تتمشى. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان وانت بتعمل الحاجة اللي انت بتعملها دي ما تفضلش طول الوقت ضاغط على نفسك انه هاجري بقى عشان اوصل للكذا. هو الكذا ده جزء هتوصل له بس ما هواش النهاية. هتفضل طول عمرك تتعلم مهما كان سنك. تفضل طول ما انت ماشي تتعلم حاجات. هي دي المتعة، هي دي اللي تركز فيها كاستمتاع. مش تفضل طول الوقت مستني ان هي دي النقطة اللي خلاص هقول فيها انا خلصت. ده مش موجود في الدنيا. الهدف بس اللي انا اقوله ده انك تفضل تمشي، تفضل تمشي، تفضل تتحرك.